اقسم بالله العظيم لا هروح حالا اشتكيك لنبي الله داوود وهقول له على اللي حصل، عشان اللي حصل ده خراب بيوت ما يرضيش ربنا ابدا. في عهد نبي الله داوود عليه السلام كان في 2 رجالة جيران، واحد منهم غنام وكان عنده مجموعة من الغنم، والتاني كان مزارع وعنده قطعة أرض. في يوم الصبح صحي المزارع من النوم وخرج لأرضه عشان يتابع الزرع ويرويه زي ما متعود، فلقى الزرع كله متقطع ومتدمر. بس يا ترى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان غنم جاره دخلت على الزرع بتاعه بالليل وفضلت تاكل فيه لحد ما دمرته كله. صاحب الزرع لما صحي وشاف اللي حصل ده غضب جدا جدا وقرر يروح لنبي الله داوود عشان يحكم بينهم بالعدل. وفعلا راحوا لنبي الله داوود، ولما عليه السلام سمع الموضوع بالكامل حكم بأن الغنام يدي الأغنام بتوعه كلهم للمزارع كتعويض على زرعه اللي اتدمر. ويقال أن نبي الله داوود شاف أن تمن الغنم كان نفس تمن الزرع، فعشان كده حكم بالحكم ده وخلى ده مقابل ده. وفي النهاية الطرفين قطعوا حكم نبي الله، بس ده ما يمنعش أن الغنام كان حزين لأنه خسر الغنم كله واللي هو كان مصدر رزقه للأبد، ومع ذلك أطاع حكم نبي الله. وهم خارجين من مجلس القضاء الخاص بنبي الله داوود قابلهم نبي الله سليمان، وكان لسه صغير السن، وسألهم كيف قضى أبي بينكم؟ فردوا على سيدنا سليمان وحكوا له عن حكم نبي الله داوود. فلما سيدنا سليمان سمع الحكم قال لو وفيت أمركم لقضيت بغير ذلك، يعني لو أنا اللي في إيدي الحكم بينكم كنت حكمت بحكم تاني. الجملة دي وصلت لنبي الله داوود، فبعت سيدنا داوود لسيدنا سليمان، فلما وصل سألوا نبي داوود عليه السلام وقال كيف تقضي بينهم؟ فسيدنا سليمان رد وقال أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون لهم أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها. يعني هحكم على الغنام يدي غنمه للمزارع وأهله يستفيدوا من ألبانها وصوفها ويبيعوا الغنم الصغير، وكمان الغنام وأهله يزرعوا أرض المزارع لحد ما الزرع يبقى زي الزرع اللي اتدمر بالظبط. ولما ده يحصل والزرع يرجع كما كان، المزارع يرجع الغنم تاني للغنام، وبكده الاتنين هيكونوا متراضين ومفيش بينهم خلاف، لأن محدش منهم هيكون خسران أو هيحصل له خراب في مصدر رزقه للأبد. وأخذ نبي الله داوود بحكم سيدنا سليمان، وده الشيء اللي تم ذكره في قوله تعالى بسورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق الله العظيم، والله تعالى أعلى وأعلى.